اهلا بيكم في قناه طبخه وفكره. النهارده معانا اكله سمك شخوره ان شاء الله تعجبكم، من الاسماك اللي انا بحبها. رحت السوق جبت نص كيلو عامل 54 جنيه، وجبت معاه واحده زياده. مسكت السمك كده حطيته في الميه، غسلته غسله خفيفه كده، وبعدين قطعت الراس كلها. بتاعه السمك كله زي ما انتم شايفين. في ناس بتخليها، بس انا لا، ما هي بتبقاش حلوه. فقطعت الراس كلها زي ما انتم شايفين كده، وهبدا انضفه. بصوا، بتشيلي بقى اي زواعف، اي حاجه زياده زي ما بنعمله في السمك البلطي. بتشيلي كل حاجه ملهاش لازمه. اهو ايدي بس مش في النص، الكاميرا ما كانتش مظبوطه. بصي، بتفتحي السمكه، بصي بتشيلي الزوايد كلها، الشوك وكل حاجه زي السمك البلطي بالظبط. بتنضفيه وبتفتحوا بطنه زي ما انت شايفه كده، وبتفتحيها بايديكي. بصي، بتفتحيها خالص، بتقعدي تنضفي اللي فيها. تنظيف سهل عادي زي ما احنا كلنا متعودين. لو اول مره تشوفيني، انا اسمي فاطمه، اتمنى تدعميني باللايك والشير. شايفين الشوكه اللي في النص اللي انا وريتها لكم؟ بصوا، اللي كلها حمرة مليانه دم دي انا بشيلها خالص. بصي، بقصها ليه؟ كلها بتبقى زفاره ودم، مهما تغسلي فيها ما بتبقاش حلو. فبتشيليها بتدي السمكه طعم، ما بتبقاش فيها زفاره ولا دم. حتى لو قعدتي تغسلي فيها بالفرشه زي ما بشوف، لا، انا بشيلها بقصها بالمقص زي ما شفت كده، بتطلع زي الفل. دلوقتي معانا تتبيله السمك. جبت قرن فلفل احمر بارد، على حامي، على اخضر. بنقطعهم كلهم صغيرين. الحشوه دي انا بعملها كده بالسكينه ليه؟ عشان تبقى في ناس بتدقها في الهون، بتبقى حلوه، بس انا بعملها ليه؟ عشان انا بغمس بيها، بتبقى طعمها جميل. بتقطع قرنين فلفل كده الوان، عليهم نص معلقه توم، دي احلى تتبيله ممكن تعتمديها. نص معلقه توم، شويه ملح، شويه كمون زي ما انت شايفه، نص ليمونه، شويه خل، وبتقلبهم كلهم في بعض، وبتحشي بيهم بطن السمكه. بتدي طعم جميل لبطن السمكه كده. اصلا انا بغمسها. الحشوة بتبقى عندي احلى من السمك، حتى بعملها للسمك المشوي برضو بتبقى ممتازة يعني. جربوها بس هتعجبكم. تمام. بعد ما عملنا حشو بطن السمكه، بصي السمك طبعا غسلناه مره وعشرة تحت الحنفيه، وبطنه زي الفل زي ما انت شايفه كده. بصي، بنتبلوه بقى، بسيبها قبلها بساعتين. بنعصر عليه نص ليمونه كبيره، برضو معلقه توم، شويه كمون، شويه خل، شويه ملح. ولف السمكه بيوركله ساعه ساعتين. طبعا بيتبل، بيبقى طعمه زي السكر، احلى ما بتحطيه على طول. بتسيبيها بس في التتبيله نص ساعه، ساعه على قد ما تقدر. بعد كده بصي شكله بعد التتبيله شكله عامل ازاي. بتقدري بقى بعد كده بتحشي السمكه زي ما انتوا شايفه كده بالحشوه اللي احنا عاملاه. بصي شكل الحشوه يفتح النفس. بس تتبلوا السمك، الخطوه دي حلوه قوي هتعجبكم. بتتبلي. بصي الليمون ده انا ما برميهوش طبعا، انا بحطه في الزيت مع قلي السمك، بيمنع اي زفاره. دي خطوه حلوه برضو، اعتمدوها ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش اللايك وتشير عشان الكل يستفيد. تمام. هنا بعد ما انا حشيت بطن السمك زي ما انتوا شايفين كده، جبت دقيق عادي خالص، عليه معلقه نشا عشان يقرمش من بره. ماشي. بتقدرنا السمكه من بره ومن جوه في الدقيق زي ما انتوا شايفين. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه اهو. في طاسه سخنه على النار، حبيت بص قشر الليمون. قشر الليمون ده تشم ريحه سمك بيتقلى، مش ريحه زفاره، بيمتص الزفاره، بيمتص اي حاجه. بتبداي تقليه بقى من بره ومن جوه كده على الوشين يعني. واهو شكله نهائي بعد ما طلع. شكله يفتح النفس، وبألف هنا وشفا. ما تنسوش اختكم في اللايك والشير. سلام عليكم.